وبموجب اتفاقية مكونة من 80 بند كلها تحفظ للمسلمين في غرناطة حقوقهم، والسلطان أبا عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة اشترط على الملكة إيزابيلا، وكانت مشهورة بتدينها الكاثوليكي وورعها، أن تحلف على الإنجيل وتؤدي قسما مغلظا أمام الوزير أبي القاسم الغرناطي أنها ستكون وفية لهذه الاتفاقية. فأقسمت هي وأقسم زوجها وأقسم معها قسسها ورهبانها وكبار ضباطها ورجال دولتها على ذلك. ثم مضى أبا عبد الله الصغير، ولكن اشترط إرسال الاتفاقية إلى البابا في روما ليوقع عليها بصفته المرجع الأول للكاثوليك. فجاء التوقيع من البابا نفسه ليكتمل بذلك العهد الممهور بأعلى سلطة دينية في أوروبا، وإيزابيلا وزوجها على البنود 80 اللي كان كل بند منها بيحفظ حق من حقوق المسلمين، من لباس نسائهم وتكفين موتاهم وإقامة صلواتهم وإخراج زكاتهم وصوم رمضان وحفظ مساجدهم وأموالهم وبيوعهم وحقوق نسائهم وأولادهم وممتلكاتهم. ثم بعد كل هذا ماذا فعلت إيزابيلا لما استقرت في غرناطة واطمأنت وسلم المسلمين أسلحتهم وحل جيشهم وأخرج أبو عبد الله الصغير إلى فاس بالمغرب؟ بعدها أرسلت إلى البابا في روما من تقواها وخوفها من الله حسب زعمها تطلب منه أن يحلها من القسم. فجاءها الجواب من البابا لورعه وتقواه هو الآخر في رسالة رسمية ما زالت محفوظة إلى اليوم، بيعلن فيها أنه بيحلها ويغفر لها ويعفيها من الحساب يوم القيامة إذا غدرت ونكست عهودها مع المسلمين. وبمجرد ما أخذت الإذن الباباوي والغفران نكست العهد وبدأت المذابح وأسست محاكم التفتيش وسفكت الدماء وأحرق الناس أحياء وأجبر المسلمين على التنصير، حتى صار مجرد الشبهة في كونك مسلم أو تمارس شعيرة من شعائر المسلمين كافية ليلقى بيك في أفران النار.